بصراحة أنا مش مصدّق، أنا كنت متوقّع، بس إن أنا أحس بالإحساس إن مصر فازت، بصراحة إحساس تاني. أنت عارف إحنا فين؟ إحنا من تمثيل مُشرِّف وإن أنت يا دوبك مش هتعرف تعدّي الدور الأول، لإن أنت أول المجموعة، أنت بعد تاني مباراة أنت أول المجموعة. حسام حسن مش هو العميد، حسام حسن هو بقى لواء، لأ مش لواء، ده بقى فريق. بصراحة أنا مش مصدّق، بجد. أنا مش هاعمل مونتاج، أنا مش عارف أنا بقى طالع أقول إيه، أنا ما حضّرتش وما كتبتش script، أنا خلص الماتش وطلعت أتكلّم. بجد أنا مش مصدّق، التوقُّع حاجة وإنّك تعيش الحاجة حاجة تانية خالص. الفوز حلو والإحساس بالفوز حلو، كنا محتاجينه من زمان. شكرًا يا منتخب مصر، وشكرًا يا عميد، وشكرًا مش أنا آسف، مش شكرًا يا عميد، شكرًا يا لواء، شكرًا يا فريق، شكرًا يا كل واحد شارك وتعب في المباراة ديّة، حطيتوا اسمكم في التاريخ، ومصر دخلت التاريخ. أنت مش أول المجموعة بس، أنت فايز وبأداء وبلعب. أنت الشوط الأولاني كنت خايف ومش مصدق نفسك، الشوط التاني الخوف راح، لعبت لعبك والعميد وحسام حسن فعلًا قدر يرجع للمباراة، رجّع صلاح ومرموش للأطراف، ولعب بزيكو راس حربة، المنظومة اتعدلت، والمنتخب بقى عنده أنياب هجومية. هو ده حلم والّا دي الحقيقة؟ والّا دي الحقيقة اللي شعب مصر كله النهارده هيصحى عليها، هيصحى من حلم جميل إن إحنا صدّقنا نفسنا. وصدّقنا في قدراتنا. اللي يقول لك عايزين مدرب أجنبي، قُل له شكرًا، المدرب الأجنبي ما يعرفش مين المصريين ومين مصر. واللي يقول لك إحنا عايزين تكتيك وتخطيط، قُل له لأ، قُل له إحنا عايزين روح وعزيمة. الكورة أنا وأنت وكل الناس دارسينها وفاهمينها وعارفينها، وما حدش بيدّي جديد. الجديد في العزيمة، والجديد في الروح، والجديد في الشخصية. بجد أنا مش مصدّق، أنا فرحان، أنا مش محضّر حاجة، أنا طالع أتكلّم. النهارده لازم كُلّنا نفرح، ما فيش تحليل، ما فيش مين عمل إيه، ما فيش مين غلط، ما فيش مين صح، كُلّنا فريق واحد، وكُلّنا خلف العميد وخلف اللعيبة وخلف كل واحد بَذَل نقطة عرق ولو دقيقة، ولو لثانية. والنتيجة دي مش نتيجة صُدفة، لأ، إحنا كُنّا متخيّلينها وكُنّا شايفينها. العميد قُلنا حط البذرة، وقُلنا بيلعب بطريقة وبيلعب بأسلوب، واللعيبة فهمته. أنا اتطمنت لمّا شُفت الشناوي بيمرّن مصطفى شوبير، حسّيت إن المنتخب هيفوز، وبالعكس إحنا كنا هنجيبه سكور. زيزو بتضيّع إيه؟ يا باشا ضيّع ولا يهمك. إحنا لعبنا ماتش تاريخي، ماتش هيفتكره ولادنا وولاد ولادنا. يمكن الفرصة دي ما تجيلناش تاني، وهي دي اللي كانت مزعلاني في الشوط الأولاني، إن إحنا عندنا فرصة مش هتتكرر نبقى أول المجموعة، وبقينا أول المجموعة. الحمد لله الفرص بقت بتجيلنا ما بنضيعهاش. تعرفين الشعب المصري النهارده هيتكلم في ايه؟ هيقول احنا عايزين نبقى اول المجموعة عشان نقابل التالت او التاني. انتوا عارفين احنا بنتكلم في ايه؟ احنا مش بنتكلم في بطولة الدوري ولا بطولة افريقيا ولا الكونفدرالية، احنا بنتكلم في كاس العالم، اكبر بطولة كروية على مستوى العالم. انتوا عارفين احنا فين؟ بجد انا لحد دلوقتي انا حاسس ان انا بحلم، انا حاسس ان انا لسه نايم. كل اللي انا شفته ان مصر 3-1 وان انا قايم فرحان. لا انا لسه مستني المباراة يا جماعة، حد يطلع يقرصني، حد يخش يقرصني. الناس كلها نايمة وانا مش مصدق. انا بجد انا بجد فرحان، فرحان قوي، ومش انا لوحدي، كلنا فرحانين. وباذن الله الفرحه تكمل لما نفوز على ايران ونتصدر المجموعه رسمي. انا مش عايز اتعادل ولا اتهزم من ايران، انا عايز اكسبها، انا عايز ابقى اول المجموعه. ده حقي وحق حسام حسن وحق اللعيبه اللي في الملعب، اللعيبه اللي فعلا ما قصرتش، اللعيبه اللي كانت مركزه، اللعيبه اللي المعسكر فيها ما فيهوش فنانين،
ما فيهوش شو، ما فيهوش تدخلات. اللعيبه اللي رايحه بتقول انا مش رايحه تشريف او تمثيل مشرف، انا مش رايحه كاس العالم تمثيل مشرف، انا رايحه اقول احنا المصريين، احنا عندنا كوره، احنا عندنا لعيبه بتلعب في اكبر الانديه، عندنا محمد صلاح ليفربول، عندنا مرموش السيتي، وعندنا الصاعد حمزه علاء برشلونه. يا جماعه احنا مش اقل من اي حد، احنا كان فاضل لنا حاجه واحده، ان احنا نصدق، ان احنا نعرف ان احنا عندنا قدرات. الناس اللي بره بتعرف تسوق مش اكتر. امام عاشور احسن من لعيبه بتلعب في اوروبا، واحسن منهم بمراحل. راجل ولد لعيب كوره يقوم لك فريق كله. مرموش ايه، ارجع انت. لكن كله كوم وعودة تريزيجول كوم تاني. الحمد لله على السلامة، هو ده تريزيجيه المنتخب. وعندي سؤال ليكم، في لقطة أنا أول ما شفتها عرفت إن المنتخب هيفوز. اللي كان مركز في المباراة يكتبها لي في التعليق وأنا هقولها لكم في ثواني. إيه هي؟ شكل مدرب نيوزيلندا وهو كان كسبان 1-0 كان خايف. وأول ما شفت تعابير وشه بعد التعادل أنا اتأكدت إن التاني والتالت والرابع كانوا جايين، او على الاقل ان احنا فايزين وان احنا هنطلع بالثلاث نقط. بصراحه احنا نستحق، وحسام يستحق، مش عشان هو حسام حسن بس، لا، عشان خاطر هو مدرب مصري. ان حسام حسن دخل المنتخب بعد ما كل الناس شاورت عليه وقالت احنا عايزين حسام، وبصراحه العميد ما قصرش، قصدي العميد سابقا اللواء حاليا حسام بيه باشا، اللي كانت طموحه اعلى من طموحنا، ان اهدافه اعلى من اهدافنا. حسام حسن رفع سقف طموحاتنا. حسام حسن خلى لغة الحوار في كاس العالم للشعب المصري مش هنتعادل ولا هنفوز ولا هنكسب، ولو جبنا نقطة هنبقى التاني ولا التالت، ولو مين اتعادل ملناش دعوة بكل ده يا باشا. انا اول المجموعة يا باشا، انا بفكر اطلع اول ولا تاني. حسام حسن خلاني لما اشوف اي بلجيكي معدي في شارعنا اقول له يا باشا ما تكلمنيش انا اول. لا، انا فرحان عشان حاجة تانية خالص، عشان حسام حسن بقى هو قدوة، بقى هو مثل، بقى هو مثل ليا ولغيري ولكل حد عايز ينجح وشايف الموضوع مستحيل وكل الظروف ضد، ورغم كده بيعافر وبيقدر يوصل. احنا النهاردة حققنا اول 3 نقط في بطولة كاس العالم، مش بس كده، لا وكمان متصدر مجموعة في الجولة الثانية. ألف مبروك للمنتخب وألف مبروك لشعب مصر، وشكرا لكل لعيبة وشكرا للمدرب اللي صحتونا النهاردة، واحنا رايحين شغلنا كلنا هنبقى فرحانين. وخليك فاكر انت في دماغ ثعلب وانا محمد ثعلب، شرفتوني.